إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إخلاص يريده وحيك إيمانيسا معرفة يراد لك إيمانيسا إنك إلهي سبحانه وتعالى معرفة له وإلهي أكتيس أكوية سبحانه جل جلاله وأك ضر إيا نفع يدب إيا داف ولا سعادة إيا الإيمان كله وذلك أنت إلهي كجران ضدك بالي حي ضدك ومساكين ما عندهم شيء. قال إمام كوحيري أي القشيري ويصح أن يقال وحا صحيحة أما لوران كراوي الإخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين. يعني أنت سألت كل كلام إخلاص هو محل تصفية الفعل فعلك أو لسافي كريم لصفين من ملاحظة المخلوقين. يعني ذاتك مخلوقين تا أنا كتيدو ده أما دارين كوده أما دايمدو ده وعمل كيس صالحها لا يسافي عمل ما تمينيسا عمل كأت تمينيسو لله بعض سمينيسو إلهي درتيس حق قلبك كنت فينيسا وتكون داريسا إن مرنا بكوسور لنا عنا كوسور مرين ذاتك أكو دعوانية ملاحظين ملاحظة وعام أما وأنا كتير إكو أركيان أما أمانة إكو أمانيان أما حماتي كاشي عمل كتكتو ما كسر نبى سوق ليشان. التبيان في آداب حملة القرآن تأليف أبا زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي وحا شرح يا شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي.